البنت كانت قاعده مبسوطه بتلعب في موبايلها، وفجاه خبطت بالغلط في راجل غني. بسرعه اعتذرت له، بس هو ما خدش الموضوع على قلبه. في اللحظه دي البنت لاحظت انه واحد من اكبر عملاء الشركه، فقامت خدت المبادره وورت له الطريق. وفجاه الراجل جاله تليفون من طليقته، قالت له انها مش فاضيه ترعى بنتهم وبعتتها له خلاص. اول ما سمع كده جري يدور على بنته، ولقاها فعلا قاعده تستناه في اللوبي، بس عشان كان لسه عنده شغل اضطر يطلب من البنت انها تساعده وتخلي بالها من بنته شويه. واثناء ما كانوا قاعدين مع بعض البنت اكتشفت ان بنت الراجل بتحب تعزف بيانو، فقامت هي كمان بدات تلعب معاها. وبعد شويه البنت عزفت لحن جميل جدا خلى بنت الراجل تعجب بيها وتفضل تمدحها. في الوقت ده الراجل كان خلص اجتماعه فنزل على اللوبي علشان يشكرها، وهو شايف بنته لسه مش موقفه مدح فيها. الموقف ده خلاه يتفاجئ ويبص لها بنظره مختلفه. كان فاكر ان دي اخر مره هيتقابلوا فيها، لكن اتقابلوا تاني يوم. البنت كانت في الشغل وفجاه ست دخلت الشركه ومعاها كلب. البنت جريت بسرعه توقفها، لكن الست دي ما عبرتهاش وحاولت تدخل بالكلب، فالبنت اضطرت توقفها تاني. الست اتعصبت جدا ومسكت شعر البنت وشدته. في اللحظه دي المشرف بتاع البنت جه يشوف ايه اللي بيحصل، بس المفاجاه ان الست دي طلعت قريبه مدير الشركه، فالمشرف طلب من البنت تعتذر لها.